إلى أن أحمد الله سبحانه وتعالى على أن يسر لنا كل ما يسر هذه السنوات الطوال حتى نصل إلى هذا اليوم الذي في الحقيقة ربما لنوع من السذاجة لم أكن أتخيل أنه ربما قد لا يصل فعلا. يعني إذا نظرنا إلى ما كنا بصدده في بداية هذه المرحلة، يعني بعد انتكاسة تامين شتنبر المشهورة يعني إلى كوننا ملزمون وراغبون في أن نحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه. فالناظر إلى أحوالنا يعني بعد النتائج الأخيرة للانتخابات والتي احتل فيها الحزب المرتبة الثامنة، بطبيعة الحال يمكن أن يتخيل أنه قد يصل مثل هذا اليوم أو لا يصل، وفي أي حال سوف يصل. ولكن ها أنتم ترون أنه ولله الحمد بعد هذه السنوات الخمس تقريبا ها نحن نعقد لقاءنا لهيئة التزكية، ونحن ولله الحمد بطريقة منشرحة، ونشعر أن حزبنا ولله الحمد عاد لاحتلال مكانته في انتظار أن يحتل مكانه إن شاء الله الرحمن الرحيم الطبيعي، يعني بين الأحزاب السياسية المغربية. والحمد لله يعني كل هذا تيسر لأن الله سبحانه وتعالى وفقنا منذ بداية ذلك اليوم 31 من أكتوبر إذا كنت أذكر جيدا اليوم، ونحن بصدد يعني قرارات متتابعة إن لم تكن كلها فمعظمها كان ولله الحمد موفقا، ويسر الله سبحانه وتعالى به هذا الأمر. وهذه القضية واحد القضية درنا واحد اللقاء مع الإخوان ديال الكتاب الجهويين، بغيت نعاود نذكر بها. هي نتيجة أمر شرعي أو غيبي أو الذي تريدون، هو أننا حاولنا جهد المستطاع في كل مرة عرض لنا أمر سواء كان صغيرا أو كبيرا منذ أول يوم، منذ أول قرار اتخذناه إذا كنتم تذكرون، والذي كان هو يلحق الأخ السي عبد العالي حميد الدين بالأمانة العامة. حاولنا أن تكون قراراتنا يعني أقرب ما يكون إلى ما يقتضيه ديننا، وإلى ما تقتضيه شريعتنا، وإلى ما يقتضيه محاولة تأسينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبطبيعة الحال أقول لكم وحتى يعني لا يكون عندكم شك ولا خلاف أن هذا هو المنهج في المستقبل. ما كاين حتى حاجة أخرى، ما كاين لا الأشخاص ولا كاين محاولة الالتزام بمبادئ وقواعد هذا الدين التي بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، وبينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وبينها لنا التاريخ في تتابع أيامه ولياليه، حتى وإن كانت النتائج مما يعتبر أنه يصعب على الإنسان أن يتحمله، ولكن في النهاية الله سبحانه وتعالى يجعل في ذلك خيرا. فلله الحمد إلى حد الآن. وكما قلت لإخواننا في الكتاب الجهويين، هذا وحده يحتاج إلى شكر خاص، أننا نحاول أن نكون منحازين إلى هذه الشريحة من الناس الذين على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ومن سبقهم من النبيين والمرسلين والصالحين ومن تبعهم من ذلك، لأن في النهاية هذه هي الشريحة التي تمثل الفوز وتمثل النجاح وتمثل التوفيق الوحيد الذي يعطيه الإسلام اعتبارا. من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما دون ذلك فهي أيام يداولها الله سبحانه وتعالى بين الناس. فلله الحمد والشكر. وقد